السؤال اللي محير مشجعين كرة القدم ومحبين كرة القدم من 2006 لحد النهارده، هل ماتيرازي لما غلط في اهل بيت زيدان او زي ما زيدان قال في اهل بيته، هل ده كان مدبر ام دي اخلاق ماتيرازي اللي كانت معروفة دايما بالسوء؟ هل ده مدبر من قبل ماتيرازي ومارشيلو ليبي مدرب المنتخب الايطالي عشان يوصلوا زيدان لحالة الطرد، لان زيدان معروف كان اهم لاعب في الفريقين، وده واحد من اعظم من لعب خط وسط هجومي عبر تاريخ الكوره كلها. تخيل انت واحد زي ده بيلعب نهائي وهيطرد، معنويات الفريق الفرنسي هتبقى زي الزفت. تاني حاجه معنويات الفريق الايطالي هترتفع جدا. تالت حاجه فرنسا هتلعب لاعب ناقص، ومش اي لاعب، ده لاعب اهم لاعب في الفريق كله. فهل ده كان مدبر ام دي كانت اخلاق ماتيرازي اللي دايما كنا عارفين انها اخلاق زي الزفت؟ قول رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.